ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ احنا دلوقتي هناخد ليسون 3 المقطع الاول. فاكرين يا اصحابي قصة سارة اللي حكينا عنها في المنجاوي؟ عايز ايه يا ابني؟ عايز ايه يا ابني؟ كل شويه منجاوي في ايه بالظبط؟ انت اشتريتني يا اخي. الحمد لله على سلامتك، انا ما اقدرش اطلع من غيرك، ده انت صاحبي. انا ما كنتش فاضي. طيب انت كل شويه تنادي عليا، انا هاكلك باين ولا ايه؟ لا والنبي استنى بس، ده احنا هنقول لاصحابنا على حاجات مهمة جدا النهارده. بص، فاكر قصة سارة اللي حكينا عنها قبل كده؟ البنت ساره الحلوه الجميله دي، فاكرها. فاكرها؟ طيب كويس خالص ان انت فاكرها. انا بقى احكي عن حاجه مختلفه النهارده، بس برضو تخص ساره. ماشي يا عم، شوف هتقول ايه. انا مش عارف انت جبت الشطاره دي كلها منين. استنى بس، ده انا بقيت واد فاتك. انا قاعد على النت لقيت فجاه كده خبر، ما اعرفش يا واد انت يا منجاوي طلع لي منين الخبر ده. كمان قلبي انت بقيت مثقف وبتقرا يا فرافيرو. ايه اللي حصل في الدنيا؟ انت عارف يا منجاوي ان احنا ممكن نعرف اخبار عن حاجات كتيره جدا جدا. ايه ده؟ انا اول مره اعرف الكلام ده. يا خساره ذكائك يا منجاوي. منين نجيب الاخبار دي؟ بتجيبها منين دي؟ يا ابني افهم بس، ده في مصادر كتيره للاخبار. ممكن من على النت اللي النهار كل اصحابنا قاعدين عليه، وممكن من على التي في. عارف ايه هو التي في يا منجاوي؟ عارفه طبعا. ده انا نايم عليه طبعا، كل شويه بتفرج عليه وبتفرج عليك انت وجاء انت وتوم يا عم، هو طالع يجري وراك النهار كله. لا بس انا برضو واد فاتك، بعمل فيه مقالب فظيعه، شفتني؟ شفتك. هو ده التلفزيون يعني، التلفزيون يعني يا عم. عارفه ده بنشوف عليه اخبار ده. طبعا، وكمان في حاجه اسمها جورنال. ايه مش عارف. ما انا عارف ان انت مش عارفه. وكمان على فكره اصحابنا كتير لما قلت لهم عليه ما كانوش عارفينه. الجورنال ده هو حاجه كده شبه الورق، بتبقى فيها كذا صفحه، بتبقى شبه كتاب بس كبير خالص، وكمان بيبقى مليان صور ومليان اخبار، وبنعرف منه كل الاخبار اللي بتحصل في العالم حوالينا. كنت بتقراه انت ولا كنت بتاكله؟ قول الحقيقه. انا بصراحه يعني كنت بعمل الاتنين مع بعض. ايوه قول كده، وانا شكيت في نفسي برضه. طب قول لي ايه الخبر بقى اللي انت كنت بتقول عليه اللي شفته ده؟ هو فجأة وانا قاعد كده بلعب كده شوية بلاي ستيشن على النت، زي عادتي، انت عارفني. ايوه عارفك. طيب المهم ايه، وانا قاعد على النت لقيت بقى خبر كده طلع لي فجأة، بس لقيته مالي كل الاماكن. تتوقع ايه هو بقى يا منجاوي الخبر؟ طب قول لي الاول العنوان بتاعه وانا هتخيل ممكن يكون عن ايه. طيب ده انت ذكي خالص اهو، عارف ان كل خبر لازم يبقى ليه عنوان يا عم. يعني ما انا مفتح برضه. فعلا الخبر كان ليه عنوان اسمه، تتوقع بس عن ايه؟ قولي. يعني ايه يا عم؟ انت بتقول ايه بالظبط؟ انا مش فاهم منك حاجه. مش عارف تتوقع يعني؟ طب قول العنوان الاول. حاضر هقولهولك. هو كان مؤتمر المناخ والبيئة في شرم الشيخ. ايه؟ مش فاهم حاجه. مش فاهم اي كلمة خالص؟ مناخ بيئه ده كلام كبير عليا يا عم ده. يا عم ده كان مؤتمر حصل، وكان بيحصل كل كام سنة كده عن التغيرات المناخية اللي بتحصل في الجو بتاعنا كده والبيئة بتاعتنا. انت بتقول كلام كبير، انا هعيط. لا خلاص ما تعيطش، انا هقولك. تعالى بس ايه، انا هقولك بس كل حاجة انت عايزها. بص يا سيدي، الكورنتي ايفنت، الحدث الحالي يعني. الكلمة دي لازم مهمة جدا على فكرة. قول كده ورايا، كورنتي ايفنت. كرنت ايفنت. عرفت. برافو عليك يا منجاوي. كورنت ايفنت ده يعني الحدث اللي بيحصل اليومين دول الحالي. طيب الحدث بتاع المؤتمر ده مهم جدا، وفيه 129 دولة مشاركة فيه يا منجاوي. تعرف كده ولا لا؟ يعني انت تقصد ان ده حاجه بتحصل دلوقتي ومكتوب في الاخبار وكده؟ يا ابني انت عارف المناخ ده اللي هو حالة الجو بتاعنا، بس ايه هي البيئة وايه هو المناخ؟ انت قلت لي على المناخ، خلاص انا عرفته. انا هقول لك البيئه كل حاجه حوالينا، الميه والشجر والانسان والحيوان والهواء، يعني الكره الارضيه كلها على بعضها. ده انت كده ممتاز، برافو عليك، انت كده عرفت يعني ايه البيئه. طب هو ايه تاني في الارتكل ده يا عمي؟ بص بقى، الارتكل فيه people يعني ناس يعني. ثواني بس استنى
the world. فعلا صحيح. people from all over the world. ماشي يا فرافيرو. طب وايه تاني كمان؟ ايه البليس اللي في الارتكل ده؟ البليس هو المكان اللي اتعقد فيه المؤتمر، يعني المكان اللي عملوا فيه المؤتمر، وهو شرم الشيخ. شرم الشيخ. شرم الشيخ. ده أيوة. مكان جميل جدا، ما اقولكش على مغامراتي فيه. انت سمعت عنه قبل كده؟ انا رحته يا ابني. اسكت ما احكيلكش، اسكت. يا ربي هتبوظ السياحة يا عم زي ما بوظت الثقافة. ده مكان فيه شواطئ جميلة وفيه سياح كتير. تمام يا عم قشطة. تعالى بقى نشوف احنا بقى ايه الكتاب بتاعنا فيه بيقول ايه. تعالى يلا. يلا بقى كل اصحابي open your book. افتح كتابك. open your book. تعالوا بقى page number 6. page number 6. يلا بينا نشوف البيج دي بتتكلم عن ايه يا اصحابي. planning a broadcast. طيب يعني ايه planning a broadcast؟ انا مش سامع اي صوت خالص لا من جنب. انا اقول لك انا عرفت. احنا نخطط للبرودكاست بتاعنا علشان نعرف نعمله يا فرافير. انا شاطر برضه عجبك. تعالى بقى نشوف البوك بتاعنا طالب مننا ايه. plan your broadcast. list the people. الناس. ايوه هنحط الناس. ماشي. list the places. الاماكن كمان. list the activities. الانشطة اللي احنا عملناها وهنعملها. يلا كل اصحابي الحلوين يقولوا ورايا. people places activities. تعالوا نشوف كده البيبول. هنشوف كده منجاوي هيعرف يجيب لنا البيبول اللي كانوا في الارتيكل ولا لا. ده بيبول بقى من كل انحاء العالم يا فرافير. يعني مثلا في واحد هنا اشجر اهو جاي من اوروبا غالبا. طيب بصوا يا اصحابي، لازم يكون معانا التولز بتاعتنا. ايه هي التولز بتاعتنا؟ عايزين some pictures شوية صور، وعايزين كمان الجلو ستيك او جلو اللي احنا هنلزق بيه. يلا بقى نقلب الصورة، نقلب البيكتشر ونعمل ستيك في المكان اللي عند البيبول. وكمان واحد اسمر بقى جاي من افريقيا. ساعدني بقى يا منجاوي. اهو اتفضل اهو. علشان هما people around the world. people different مختلفين. ايه كمان عندك يا منجاوي؟ واحدة صينية هي من الصين ولا من اليابان حاجة زي كده. جميل يا منجاوي. هنحط الستيك ونلزق. والبنت دي غالبا من المغرب. خد. بعد ما خلصنا البيبول دلوقتي هندخل على البليسز اللي هي ايه يا منجاوي؟ البليسز ده شرم الشيخ دي جميلة جدا جدا. البليسز اللي كانت عندنا في المؤتمر كان شرم الشيخ. شرم الشيخ. طيب شرم الشيخ هي مدينة جميلة وشاطئية، يعني على شاطئ، يعني على ساحل البحر. انا شايف الولاد بيلعبوا هناك على البحر اهو بالكورة. شايف الصورة الجميلة البيكتشر بتاعتي؟ شايف البنت الجميلة بترمي الزبالة في الباسكت. طيب تالت حاجة عندنا الاكتيفيتيز، الأنشطة. يا سلام، في أنشطة فظيعة كانت في المؤتمر ده. عملوا أنشطة جميلة جدا. عارفين يا أصحابي لو نفذناها بجد هنبقى في مكان تاني خالص. تعالوا أوريكم كده الاكتيفيتيز بتاعتنا اللي المفروض نعملها عشان نحافظ على البيئة من التلوث. أول حاجة يا فرافيرو البنت بتزرع وردة وبتسقيها علشان الدنيا تبقى خضرا يا منجاوي. انت مش فاهم، علشان الجو يبقى جميل وما يبقاش فيه ملوثات في الهواء. وتاني صورة كمان البيكتشر التانية الولد وهو بيكنس وبينظف الشارع وبينظف الحاجات. علشان الدنيا بتاعتنا تبقى نظيفة والقمامة دي ما تبقاش عاملة كده ريحة وحشة، مع اني بحبها قوي. انا بموت في ريحتها. انت عايش فيها اساسا. طيب شوف انا كده هتزعلني، الاكتيفيتي ده هيزعلني. ما تزعلش فيها اهو، سله تبقى تعيش فيها وتاكل كل الحاجات اللي نفسك فيها. اذا كان كده ماشي تمام. هنا بتلملي كل بقى القمامه علشان خاطر ان انا استمتع بالقمامه بتاعتي براحتي بقى. وهي كمان بتحافظ على البيئه كده وما تخليش حاجه مرميه وحاجات مقرفه. طيب فكره جميله. طيب هنا بقى الولد ده بيعمل ايه منجاوي؟ ده شكله بيغسل اسنانه، بس مش عارف ماسك الكوبايه كده ليه يعني. بيغسل اسنانه علشان يحافظ على الماء. ماسك كوبايه عشان ما يسيبش الميه كده مفتوحه على طول. طب يقفلها. طيب ده ايه ده؟
لا ما هو هيقفلها عشان هو باين عليه كده ولد شاطر. بيحافظ على الميه ومش بيسرف فيها. طيب ده كده كان النشاط بتاعنا يا اصحابي اللي فيه البوك، الديسكفر بوك. تحلوه بقى زي ما احنا عملناه كده، او ممكن كمان من غير بيكتشر ممكن نعمل رايتنج، كتاب لكل الحاجات اللي احنا حطيناها دي في الصور. هل انت تعرف تعمل رايتنج اصلا؟ انا بحب الصور اكتر يا منجاوي. انا اقول لي ممكن ترسم حتى، او ممكن كمان دروينج، رسم. يا افكارك الجميله يا منجاوي. انا نكتب يعني انت هتكتب من اولها يعني، وانت تعرف تكتب اصلا؟ انا كنت هحاول بس مفيش مشكله، ممكن نرسم زي ما منجاوي قال. يلا بقى باي يا اصحابي وصديقاتي، ازيكم؟ انا النهارده الانترفيور ومعايا جيست هيكلمنا عن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، ويتكلمنا عن البليسز والبيبل وكمان الاكتيفيتيز اللي حصلت هناك. ممكن نتعرفوا على حضرتك؟ انا فرافيرو. فرافير ده اسمك اول على الاخر يعني؟ اسمي فرافيرو ابن فرافيرو ابن فرافيرو ابن فرفور. برافو عليك. طب قول لي بقى انت، احنا عايزين نتكلم مع حضرتك النهارده عن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ. انا حضرت المؤتمر ده. وايه رايك يعني في المؤتمر؟ مؤتمر جميل، وبعدين بيخلينا فعلا ناخد بالنا من قضية مهمة جدا، هي قضية التغير المناخ وقضية التلوث وكل الحاجات دي. برافو عليك. طيب قول لي بقى ايه كمان البيبلز اللي شفتهم هناك؟ انا شفت peoples from all over the world، من كل انحاء العالم. يعني تقدر تقول كده ان المؤتمر ده كان عالمي؟ كان عنده دول كتير قوي، a lot of countries. طيب ده يعتبر طبعا الكرنت ايفنت اللي بيحصل اليومين دول. طب قول لي كده بقى، تقدر تقول لي ايه البليس اللي عقد فيه المؤتمر، هو ايه المكان دوت؟ كان في شرم الشيخ، ده مكان تحفة 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 تحفة، فظيع فظيع فظيع. من ناحية ايه يعني؟ هل في نظافة كده وجمال وحاجة؟ مكان جميل وفي شواطئ وفي كمان سياح كتير وفي اماكن تحفة جميلة. طيب تقدر تقول لي بقى ايه الانشطة الوات اكتيفيتيز اللي حصلت في المؤتمر؟ الاكتيفيتيز كتيرة جدا. كان في مبادرة بلانت تري، ازرع شجرة، وده كان بيدعو فيه الناس انها تهتم بالزرع الاخضر علشان التلوث اللي بيحصل في الجو. وكمان كان في مبادرات كتيرة جدا، بس كمان كان في اللي هي الساينز، اللافتات اللي بنتكلم فيها عن ترشيد استهلاك المياه. يعني ايه ترشيد استهلاك المياه؟ يعني ازاي نحافظ على استخدام المية، وازاي ما نهدرهاش ونضيعها على الفاضي. ده كلام مهم جدا للحفاظ على بيئتنا يا اصحابي. ضروري جدا نحافظ على المية وما نسيبش الحنفية كده مفتوحة او على الاخر كل شوية على الفاضي، لازم نكون بنستخدمها. وكمان حلوة جدا مبادرة ازرع شجرة اللي بيتكلم عليها الجست، الا ان الواحد مفروض كل ما يقدر يزرع شجرة بتنقي الهواء من الملوثات. صح الكلام ده كده يا استاذ فرفيرو؟ مظبوط جدا مظبوط جدا. وكده يبقى خلص الانترفيو بتاعنا. بنشكر الجست بتاعنا، بنقول له ثانك يو وشكرا لكم على المشاهدة. Thank you for you. بس عايزين نقول لأصحابنا إنهم كمان يعملوا البرودكاست ده جميل جدا. باي باي يا أصحاب.